صباح الفل. عملت كمية العيش دي كلها بكيلو دقيق بس. عمل لي حوالي 50 رغيف من العيش الابيض او الشامي الصغير ده. خطير بقى في السندوتشات للمدرسة، اعملوه سهل جدا وهيعمل معاكم كمية كبيرة وموفر جدا طبعا. ولو مش حابين تعملوه الحجم الصغير ده اعملوه بحجم العيش العادي وهتعملوه في البيت انضف من بره وسهل جدا، مش ياخد معاكم وقت خالص. هنحتاج كيلو دقيق متعدد الاستخدامات او لجميع الاستخدامات، اي نوع دقيق انتوا بتحبوه استخدموه. كوباية ونص مية دافية، معلقتين كبار خميرة فورية، معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار سكر، ومعلقتين كبار زيت. اول حاجة هنفضي الدقيق وهنشيل منه حوالي نص كوباية او اقل من نص كوباية، عشان لو احتاجنا نلم العجينة بشوية دقيق في الاخر، عشان نكون ما استخدمناش اكتر من كيلو دقيق. هنضيف عليه السكر والخميرة والملح ونقلبهم كويس. بعد كده هنضيف الزيت وهنضيف كوباية ونص مية دافية. العجينة هتاخد معانا كوبايتين مية بس. دايما في اي نوع عجين ما تضيفوش كمية المية كلها مرة واحدة، عشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. ممكن دي يحتاج مية كتير، نوع دقيق ما يحتاجش مية كتير، فضيفوا المية تدريجي. انا ضفت كوباية ونص مرة واحدة، ونص كوباية التانية هبدأ اضيفه تدريجي لحد ما العجينة تلم معايا. نص كوباية المية الباقية هنضيفها تدريجي لحد ما العجينة تلم معانا ونحس ان هي مش محتاجة مية تاني. هنضيف كمية كمان، لسه العجينة محتاجة مية. وهنضيف اخر كمية كلها وهنعجن كده. خلاص العجينة مش محتاجة مية تاني، بس محتاجة تتعجن كويس جدا. هنعجن بقى كويس على الرخامة او اي مكان احنا شغالين عليه. هنحط رشة دقيق ونحط العجينة وعليها رشة دقيق كمان، ونعجنها بقى كويس جدا لمدة ما تقلش عن 10 دقايق. ما تستعجلوش خالص في الخطوة دي، ادوا العجينة حقها، اعجنوها كويس. يعني انا عجنتها حوالي 15 دقيقة. هنفضل نعجنها بالشكل ده لحد ما تلم كويس معانا. اخدموا العجينة كويس عشان يطلع معاكم العيش مرتاح وطعمه حلو. هفضل اعجنها بالطريقة دي. اخدت معايا 15 دقيقة بالظبط. كده خلاص عجنتها. هحطها في البولة تاني، هنغطيها بستريتش او كيس بلاستيك ونغطيها بفوطة وهنسيبها تخمر. اخدت معايا في الحر ده ساعة بالظبط، لو في الشتاء ممكن توصل التخمير لمدة ساعتين. كده خلاص بعد ما خمرت، اللحظة اللي بحبها بقى اخبط العجينة كده ونطلع منها كل الهواء ونلمها كده وننزلها على الرخامة. وعشان اسهل عليا تقطيع العجينة هلفها رول كده وقطعوها بقطعة العجين او بسكينة بيتزا لو مش متاح عندكم قطعها بالشكل ده. هنبدأ ناخد بقى كل جزء ونقسمه كور، ونمسك كل كورة نقفلها كويس بالطريقة دي ونقفلها كده بايدينا. حجم الكورة بقى تحكموا فيه زي ما انتوا عايزين. حجم الرغيف الكمية دي او حجم الكورة ده عمل لي بالظبط 53 رغيف، فالافضل انتوا ما تصغروش اكتر من كده. هو كده حجم مناسب جدا، ممكن تكبروا لو عايزين. هنغطي بقى العجين بقماشة، ويفضل تكون قماشة من الندية لان وش العجينة نشف مني، عشان نسيت ان انا ارش على القماشة مية. رشوا عليها مية ببخاخة كده عشان وش العجين ما ينشفش. نحاول ان احنا نكور بسرعة عشان العجين ما ينشفش مننا. هنكوره كله بنفس الطريقة، نقفله من تحت كده. خلاص خلصت الكمية كلها. شايفين اول كورة عملناها خمرت ازاي وحجمها كبر، واخر حاجة عملناها صغير ازاي. دلوقتي بقى هنبدأ نفرد العجين. هنمشي من اول كورة عملناها واخر كورة اديته باخر واحدة هنفردها. هناخد اول كورة عملناها افردوها بايديكم او بنشابة صغيرة كده، وعشان حجمه صغير تشكيله هيكون سهل جدا، مش هيتعبكم، هيتفرد معاكم بكل سهولة.
نحاول نفرده وما نخليهوش تخين، نخلي سمكه رفيع بالطريقه دي كده. دي التشققات دي من على وش العجين عشان نشفت مني، فانتوا رشوا على القماشه رشه ميه عشان العجين ما ينشفش من فوق. بس بعد التسويه مش هيفرق خالص، هيبقى طري جدا معاكم. هنكمل بنفس الطريقه وناخد الكوره اللي بعدها ونفردها. نحاول طبعا نشتغل اسرع عشان العجينه ما تخمرش قوي قبل التشكيل. هنفردهم بقى بالشكل ده ونرصهم على قماشه ونغطيها بقماشه برضو عشان هنسيبه يخمر لتاني مره. هعمل كل الكميه، وعلى ما اخلص فرد كل العجين هبدا اسوي على طول، وهسوي من اول رغيف انا عملته، مش هنسيبه اكتر من كده. يعني لما تخلصوا كل الكميه هتبداوا تسووا من اول رغيف انتوا فردتوه بالشكل ده. شايفين خمر ازاي؟ هنبدا من اول واحد عملناه. طاسه بقى او جريل سخن جدا، وطبعا النار على اعلى حاجه هتحطوه، ومجرد ما يتشمع هتقلبوه على الناحيه التانية على طول. مش هنسيبه غير حوالي 4 أو 5 ثواني على كل ناحيه، ونقلبه على طول. لو فضلتوا سايبينه على جنب واحد مش هيقب خالص وهيلزق في بعضه، لازم يتشمع على الناحيتين وتفضلوا تقلبوه على طول باستمرار. هيبدا يقب معانا بالشكل ده اهو، وتستمروا ان انتوا تقلبوه عشان ياخد لون حلو برضو. شايفين؟ هيستوي معاكم بكل سهوله. المهم تكون الجريل او الطاسه سخنه جدا والنار عاليه تحتيه، مش هياخد معاكم دقيقه في التسويه. هنديله لون حلو من ناحيتين وهنشيله. هنحط كميه كمان على طول. مجرد ما تحطوا الكميه كلها ارجعوا اقلبوها تاني 4 أو 5 ثواني ويقلبوه تاني. شايفين ما شاء الله تسويته سهله جدا، مفيش اي مشكله، مش هيلزق معاكم. المهم تعملوا نفس الخطوه دي، ما تسيبوش العيش على النار فتره طويله من غير ما تقلبوه. خلوه يتشمع على الناحيتين وقلبوه باستمرار. هيتفتح معاكم كده بكل سهوله وهيكون طري جدا وحلو قوي في السندوتشات. ما شاء الله على الجمال. اول ما تطلعوه حطوه على فوطه ويتغطى برضو بفوطه عشان يفضل طري وما ينشفش. شايفين عامل ازاي؟ تحفه. هنعمل بقى اخر كميه. وطبعا خلي بالكم كويس جدا وانتوا بتشيلوا العيش بعد التخمير وانتوا رايحين تسووه، امسكوه بالراحه جدا. خلي بالكم عشان ما يتقطعش، لو اتقطع مش هيقب خالص معاكم، فخلي بالكم من الحاجه دي. امسكوه بالراحه خالص عشان لو اتقطع او اتفتح مش هيقب لو عملتوا ايه. فخلي بالكم وانتوا ماسكين العجين كويس. هنفضل نقلب فيه حتى لو اتنفخ معانا، هنفضل نقلب عشان نديله لون حلو. شايفين ما شاء الله الكميه كلها بعد ما خلصنا. انا الحقيقه ما عدتش كانوا كام في الاخر، لان انا وولادي اكلنا منه كتير جدا وانا بعمله، رايحين جايين عليا طول ما انا بخبز بديهم منه عشان يسكتوا لحد ما اخلص. بجد حلو قوي وطري جدا في السندوتشات. سبته لحد ما برد خالص وفتحته بالشكل ده وحطيته في اكياس على قد ما انا محتاجه في المره الواحده عشان يبقى سهل عليا في السندوتشات. مجرد ما اطلعه يفك على طول واعمله سندوتشات. شايفين ما شاء الله كميه كبيره جدا من كيلو دقيق. جربوه هيعجبكم قوي ومش هياخد معاكم وقت خالص. هستنى رايكم بقى، ولو عندكم اي استفسارات اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم. واهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير.